دكاترة ومهندسين تانية ثانوي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين ان شاء الله. اتمنى ان انتوا تكونوا بتذاكروا وما تكونوش بتراكموا، مع ان انا حاسه يعني قلبي كده حاسه ان انتوا مراكمين، بس يعني هنمشيها ان شاء الله تكونوا بتذاكروا ومظبطين الدنيا، عشان يا جماعه دي الحصه اللي قبل الاخيره. يعني انا الترم خلص بسرعه، بس انا حذرتكم من الاول، قلت لكم الترم ده صغير وقصير وبسيط وجميل، فننجز وفي الانجاز. احنا الحصه اللي فاتت بدانا النيرفس سيستم انمان، وبدانا بقى نفهم شويه ايه هو النيرفس سيستم عندنا احنا، واكتر حاجه كنا مركزين عليها المره اللي فاتت هي النيورون. ايه الاستراكشر بتاعت النيورون دي؟ يعني الاستراكشر بتاعتها مكونه من ايه، بتنقل الاشاره ازاي. ما اخدناش قوي التفاصيل هي ازاي بتنقل الاشاره، بس على الاقل عرفنا الدايركشن بتاعها، صح؟ ان هي بتمشي من الدندرايتس للسيل بادي للاكسون للتيرمينال اربورايزيشن. احنا بقى النهارده هناخد موضوع مختلف شويه، وبس حابه اقول لكم ان احنا عملنا سكيب لليسون في المعاصر. يعني لو في حد بيتابع معايا من كتاب المعاصر هيلاقي فيه درس اسمه نيرف امبلس ترانسميشن مش موجود، وانا دخلت على السي ان اس. ده ليه؟ ده عشان انا حاسه ان النيرف امبلس ترانسميشن ده تقيل حبتين، فمحتاجين انتوا تبقوا شاربين اكتر النيرف سيستم بيشتغل ازاي وايه مكوناته، ومربطين الدنيا ببعض كده. بعدين نبقى نفهم النيرف امبلس ترانسميشن. النيرف امبلس ترانسميشن هو بس بيقول لك ازاي الامبلس بتتنقل جوه الاكسون، يعني كيمستري وايز بقى، يعني ايه اللي بيحصل فالامبلس دي بتقدر تتنقل. فهو جزء مش متعلق خالص باللي احنا هنقوله، يعني انت مثلا مش ده المفروض تفهمه عشان تفهم اللي جاي، لا خالص. بس انا حبيت ان انتوا تبقوا شاربين اكتر النيرفس سيستم، وبعد كده ناخد الامبلس ترانسميشن لان هي تقيله حبتين. اوكي. فخلينا نبدا النهارده كده كلامنا هو عن الاستراكشر بتاع النيرفس سيستم. ستراكشر من ناحيه بقى التقسمات والتفرعات بتاعته، اللي هي دي احنا ان شاء الله هنخلصها النهارده. النيرفس سيستم هو متقسم لبريفرال وسنترال نيرفس سيستم. خليني بس الاول اتكلم معاكم في حاجه. احنا عارفين ان احنا بنحس بحاجات كتير قوي، صح؟ زي مثلا ان احنا سقعانين، مثلا حرانين، اي احساس احنا ممكن نترجمه. انا جعان، انا عطشان. لو انت شميت ريحه معينه وافتكرتها، او لو انت اتلسعت من حاجه. في فرق بين السنسيشن بتاعتنا اللي انا عايزه افهمه لكم واوصله لكم، ان في حاجات متخزنه عندنا. يعني مثلا كلنا عارفين ريحه الفراوله عامله ازاي، صح؟ ليه؟ عشان هي متخزنه جوانا، جوه مخنا في حته معينه، وده اللي احنا هندرسه النهارده ان شاء الله، ان دي ريحه الفراوله. فلو انا شميت الريحه دي هترجم تلقائيا ان هي فراوله. طب لو انا اول مره اشم ريحه في حياتي مش هبقى عارفاها، مش هبقى مترجمه هو ايه الريحه دي. ريحه الامونيا مثلا، اكيد محدش شمها، صح؟ لما تشتغلوا في معامل بقى وتشموا ريحه الامونيا هتبقوا عارفين وانتوا ماشيين قدام المعمل كده، دي ريحه امونيا، عرفتها ليه؟ لان هي اتخزنت عندي. بس دي حاجه مش urgent، حاجه مش ضروريه، يعني عادي انا بخزن ريحه، حاجه بشمها، صح؟ طب لو انا بتلسع، هل ينفع افضل افكر كتير هعمل ايه؟ احنا قلنا ان الاكشن ده بيبقى سريع قوي، يعني انا صباعي بيتحط على حاجه سخنه تلقائيا من غير حتى ما افكر المفروض اعمل ايه، بشيل صباعي. فالسنسيشن معقده قوي ومتقسمه لحاجه كريتيكال وحاجه مش كريتيكال، حاجه انا محتاجه مخي فيها وحاجه مش محتاجه مخي فيها. انا عارفه من غير اصلا ما انا احس ان انا عارفه، لازم اول ما احط ايدي على حاجه سخنه اشيلها، صح؟ فده اللي احنا هنبقى بنتكلم فيه النهارده. درس النهارده هو محتاج سنس شويه، ويعني محتاج تركيز حبتين عشان هنتقسم كتير قوي، يعني شايفين تفرعات كتير قوي، فاهمين؟ لكن في الاول وفي الاخر احنا بنتكلم عن المحور حاجه واحده، وهو النيرفس سيستم. اوكي. خلينا نبدا كده بسم الله. اول حاجه هي السنترال نيرفس سيستم. السنترال نيرفس سيستم ده هو الراس الكبيره من الاخر كده، هو البوس، يعني هو المتحكم في كل حاجه، تمام؟ وبيمثلوا البرين والسباينال كورد. ايه الكلام ده هناخده النهارده، اتفقنا. طب وايه البريفرال سيستم؟ ايه البريفرال نيرفس سيستم، او اللي ممكن نختصره ونقول عليه PNS. طب طالما ده مخلص كل حاجه وزي الفل وبرنس قوي في نفسه كده وهو الراس الكبيره، احتاجنا البريفرال نيرفس سيستم ليه؟ هقول لك البريفرال نيرفس سيستم ده رجاله السنترال نيرفس سيستم. هل ينفع يبقى فيه رئيس عصابه وهو لوحده كده عامل عصابه في مكان ما وقال بصوا يا جماعه ده مكاني اهو بس؟ لا، بتلاقيه بقى موزع رجالته، صح؟ هنا وهنا 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 حواليه في كل مكان. ليه؟ عشان اي خبر يحصل في اي حته يجي ده يحكي له، ويجي ده يحكي له، ويجي ده يحكي له. فهو وهو مكانه هنا
قدر يغطي كل المكان ده. ده نفس النيرفس سيستم بتاعك بيعمله بالظبط. هو ده الراس الكبير وده رجالته، ودول متوزعين في كل انحاء جسمك. اي حته ممكن انت تحس بيها، اي اللي هو كلك يعني، فيها جزء من البريفرال نيرفس سيستم. اوكي، وهو اصلا بريفرال عشان طرفي يعني. اتفقنا. احنا نبدا بمين؟ هنبدا بالسنترال نيرفس سيستم. اتفقنا. مش عارفه ما بيحاولش ليه كل مره على كده والله العظيم. طيب ادي اهو السنترال نيرفس سيستم اللي هو ايه؟ البرين. تمام، الشيء ده. واحنا النهارده يعني هنشرح بفرضيه ان البرين موجود. ماشي. وادي السباينال كورد. فين رجالته بقى؟ كل ده، كل الازرق ده هو البريفرال نيرفس سيستم. شايفين وصل لفين؟ تخيلوا لو كان البرين قال لا 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 انا مش محتاج حد معايا، انا جامد قوي ومش محتاج اي حاجه، كان هيقدر يوصل له معلومات من كل الاريا دي؟ لا، مستحيل مستحيل البرين لوحده كان يقدر يغطي كل الانفورميشن دي. انت لو دوست على حاجه بتشوك هتتشك. مين اللي فعليا عرف ان انت اتشكيت؟ البرين. بس اللي حس بده هو البريفرال نيرفس سيستم، وراح يقول له الحق في حاجه انا مش فاهمها. قال له اه ده انت اتشكيت، شيل رجلك. فهمتوا؟ فهو الراس الكبيره، بس احنا محتاجين ايه؟ رجالته. اتفقنا. احنا هنبدا زي ما قلت لكم كده السنترال نيرفس سيستم اللي هو يتلخص في البرين والسباينال كورد. هنبدا بالبرين، وعايزاكم بجد بقى تصحصحوا. تمام، مش هنا، مش في السلايد دي، هتصحصحوا من السلايد الجايه عشان في تقسيمات كتير قوي هقول لكم عليها. اول حاجه ان البرين هو اكبر حاجه او الميجر بارت في النيرفس سيستم. يعني لو شلت البرين مفيش نيرفس سيستم خلاص. سيب بقى البريفرال والمش عارف ايه، لان لو رئيس العصابه مات او اتقتل ايه اللي هيحصل في رجالته؟ هيتشتتوا ولا اي حاجه، محدش هيعرف يعمل حاجه. هم بياخدوا اصلا الاوردرز ويروحوا له، يعني هم بياخدوا الحاجات اللي بيلاقوها ويروحوا له هو. فلو هو مش موجود يبقى مفيش نيرفس سيستم. فالبرين هو ده، هو الحاجه اللي لو مش موجوده مفيش نيرفس سيستم. وعشان كده ربنا حميهولنا جدا جدا جدا. بس الاول بيقول لنا هنا معلومه ان هو 350 جرام تقريبا وزنه يعني، في عين صغير. لما تكبر كده ان شاء الله هيبقى وزنه حوالي كيلو و400 او 1000 يعني و400 جرام. دي حاجات كده ايه بنسخن بيها يعني. قال لي البرين محمي جدا جدا جدا. مبدئيا هو محاط ببوني كيس اسمها السكال، والنهارده هنقول كميه حاجات في ثالثه ثانوي ده انتوا مش متخيلين. اولهم هي السكال او بنسميها كرانيوم. تمام، او كرانيوم، ما علينا يعني. المهم ان السكال دي هي بوني كيس، يعني بوكس كده معمول من عظم. طب ايه لازمته؟ قال لي ده بيحاوط وبيحافظ على البرين. تخيل انت كده لو عندك جوهره ياقوت ماس ماشي ايا كان وعندك يعني انت ربنا رزقه لك، هتعمل فيه ايه؟ هتسيبه كده عادي على السفره؟ اكيد لا، صح؟ هتحطه في بوكس، وجوه البوكس بوكس، وجوه البوكس بوكس، وتدبسه تحت مش عارف ايه، صح؟ هتحاول تحميه بطرق كتيره. هو ده الجوهره بتاعتك، البرين اللي احنا ما بنستعملوش في حاجات مفيده خالص. ده هو حاجه مهمه جدا، كريتيكال جدا جدا جدا. لو اتاذى الجسم كله بينهار، كله حرفيا، لان احنا قلنا ان النيرفس سيستم الحصه اللي فاتت هو بيعمل كل حاجه، هو مسؤول عن كل حاجه. ده هو اللي بيدير وهو اللي بيكنترول وهو اللي بيريسيف وهو اللي كل حاجه. اوكي طيب، فبالتالي البرين ده ربنا حميهولنا بايه؟ بوني سكال. لو خبطت كده هنا هتلاقي فيه ايه؟ عظم، اللي هي الجمجمه يعني. اوكي، وانا شايفه المنظر ده مخيف ولا لا؟ بس اتمنى ان هو ما يكونش مخيف يعني، بس دي اقرب صوره. طبعا هو بيكون دي مكمله يعني. احنا لو شلنا السكال هنلاقي ده اكنه بوكس كده واتفتح، فانت هتلاقي مين جوه؟ البرين. اوكي عظيم جدا. طيب بيقول لي بقى ازاي البرين از بروتكتد. هتقولي ايه الهبل ده؟ ما احنا لسه قايلين سكال، صح؟ سكال هي دي الاجابه؟ اقول لك لا. البرين ربنا حميهولنا ب3 ممبرينز اسمهم مننجيز. ايه ده؟ قال لك طب بيعملوا ايه المننجيز دول؟ بيعملوا نورشمنت، بيغذوه، وبيعملوا بروتكشن. يعني السكال لوحدها ما كانتش كفايه، لا ده انا هحط لك 3 مننجيز او ممبرينز، 3 ممبرينز علشان يحموا البرين.
تاني اكتر، حمايه مضاعفه. ليه؟ عشان ده اورجن كريتيكال جدا جدا جدا. تمام. تعالوا بقى نشوف ايه هما الثري ممبرينز اللي احنا بنتكلم عليهم دول. اولا اول واحده فيهم هي الديورا ماتر والبيا ماتر والاراكنويد. ديورا وبيا، وديورا مش دورا، ماشي؟ ديورا ماتر، دورا دي ما كلنا عارفينها، ما حدش ليه دعوه بيها. تمام. وبيا ماتر وايه؟ والاراكنويد. عظيم جدا. ايه بقى دول موجودين فين؟ قال لك بص بقى، يا رب تكون الرسمه دي واضحه، ولو مش واضحه نوضحها. ركزوا بقى ايه معايا هنا كده. ده البرين، شايفين الكونفولجنز دي، الحاجات اللي هي معوجه دي كده، اللي بالبينك دي كده، ده البرين. طيب فين السكال؟ اهي، شايفين ده اهو الجلد بتاع حضرتك، وادي السكال. كل ده كده بون تيشو. اتفقنا. طب فين بقى الممبرينز اللي احنا بنقول عليها دي؟ بصوا هتلاقوا في خط ابيض كده هنا، ده كده اهو، كل ده كده اسمه ديورا ماتر، اللي هو اوتر ممبرين، يعني ناحيه بره، وترتيبهم مهم. طب هنحفظ ترتيبهم ازاي؟ مش بعرف احفظ، اقول لك ما تحفظش. بص، ديورا اوتر ار اي خدمه، احنا بس نذاكر. طيب يبقى الديورا ماتر ده موجود فين؟ موجود في الناحيه الخارجيه. طب وبعده بيجي الاراكنويد، يبقى مين اللي في النص ما بين الديورا والبيا؟ الاراكنويد. طيب والبيا اصلا موجود فين؟ في الانر سيرفيس، يبقى البيا يا اهي، يبقى انر ممبرين. دول كده الثلاثه مننجيز اللي بيحموا البرين. بصوا، اول حاجه الديورا ماتر هو الممبرين اللي لاينز ذا سكال بون، يعني من ناحيه بره، يعني اهي دي السكال بون اهي، هنلاقي الديورا ماتر فين؟ هنا بعدها على طول اهي. تمام. طيب البيا ماتر لا، دي انر، دي adhering لمين؟ للبرين سيرفس، adheres to the brain surface، يبقى لازقه للبرين. طب والاراكنويد؟ اي الاراكنويد دي حاجه كده في النص ما بينهم اهو، membrane between other two membranes، اللي هما بص outer dura وinner تمام pia. اتفقنا. and contains a transparent fluid. الاراكنويد دي فيها ايه؟ transparent fluid protect the brain from the mechanical trauma. لا مش فاهم يعني ايه fluid. انا هحط سائل عشان يحمي البرين من الصدمات. تروما دي يعني صدمه، ومش تروما اللي هي تروما، لا تروما اللي هي حد اتخبط في دماغه، يعني خبطه شديده، شوك. هتقولي يعني الفلويد اللي هنا ده كده بيحمي البرين من الصدمات او الخبطات؟ ايوه. ازاي؟ هو بيمتصها، دي حاجه في الفيزيكس بقى، بس لو انا جبت فلويد وعملت هو في التروما دي او الشوك ده او الخبطه دي، هياخد جزء كبير جدا منها، والبرين يحس بولا حاجه منها، حاجه قليله جدا. طبعا الديبندس على حجم الخبطه دي او يعني الحاجه دي قد ايه، او الصدمه دي قد ايه، بس احنا بنتكلم في الحالات العاديه ان ربنا حميلك دماغك دي او البرين ده كويس جدا. الاراكنويد ماتر او فكره الفلويد دي موجوده كمان في البيبي، يعني البيبي برضو عنده فلويدز كده بتحميه، يعني هتلاقوا ان ما بيقعدش في بطن مامته كده، لا بيبقى فيه فلويدز كتير جدا حواليه. ان شاء الله تدرسوها ثالثه سنه. اوكي ماشي. ده اللي احنا قلناه، الثري ممبرينز او اللي احنا بنسميهم المننجيز. وهنا بقى يبدا الكلام اللي بجد. قال لي ده شكل البرين اهو، تمام، بس احنا ما عجبناش، احنا قلنا لا يعني شكله حلو قوي، احنا محتاجين نفهم عنه اكتر من كده شويه. فلقينا ان البرين معمول من كام جزء بقى؟ 3. البرين متقسم 3 حتت. اول حاجه اللي هي الفور برين، ونركز جدا جدا جدا. اول حاجه اللي هي الفور برين اللي هو مخ امامي اهو، موجود قدامه، هو ده اللي بالبيربل ده. وميد برين يعني موجود فين؟ في النص، ما هو موجود في النص اهو. وهايند برين، هايند يعني خلفي، فهو موجود فين؟
اهو في الاخر. يبقى فور برين، ميد برين، هايند برين. حلو. يبقى لما اقول لك البرين متقسم كام حته هتقولي 3 main parts او 3 main regions، الفور برين والميد برين والهايند ايه برين. احنا بقى علينا ان احنا ندرس كل واحد من دول ايه مكوناته والفانكشنز بتاعته وظائفه ايه، لان هي وظائفهم مختلفه جدا. فاول حاجه هنبدا بيها هي الفور برين. عارفين بقى انتوا الساوند اللي هو بتاع ايه؟ جبت مش عارف ايه فقسمته نصين، رحت حاطط نص على جنب، ورحت واخد نص، رحت قاسمه نصين، ورحت حاطط نص على... هو احنا هنعمل كده النهارده، هي دي الحصه النهارده. احنا قلنا ان هو فور برين، ميد برين، هايند برين، صح؟ قال لك طب تعالى بقى، ده الفور برين اصلا متقسم، هو كمان متقسم ايه بقى؟ اول حاجه فيه هي السيرابرال كورتكس. ونركز بقى، ايه هي السيرابرال كورتكس؟ هي الحته دي كده اللي هي معمول عليها بالهايلايت دي بينك وبلو. بس لقينا ان السيرابرال كورتكس دي مش حته واحده، لا ده لقيناهم حتتين منفصلين. بصوا احنا هرجع لكم تاني السلايد دي لان فيها حاجه مهمه، بس عايزه اوريكم الشكل ده. هو السيرابرال هيمسفير، هما 2 هيمسفيرز، فادي واحده تمام. هيمسفير يعني نص كروي، يعني دي كده نص كوره ودي كده نص كوره، فهم مع بعضهم عملوا لي مين؟ السيرابرال كورتكس. تمام. يبقى السيرابرال كورتكس معمول من كام بارت اصلا؟ 2 هيمسفيرز، واحده رايت وواحده ايه؟ ليفت هيمسفير. اتفقنا؟ ايه اتفقنا. طيب بيقول لي بقى the region is made او this region اللي هي السيرابرال كورتكس is made up of 2 big lobes. يبقى هنا في عندي كام لوب؟ 2، واحده رايت واحده ليفت قلنا. تمام. كل لوب منها بنسميهم ايه؟ سيرابرال هيمسفير. يبقى لما اجي اسالك السيرابرال كورتكس معموله من كام هيمسفير هتقولي 2 سيرابرال هيمسفيرز. هي كوره كده صغيره ومقسومه لحتتين. هتقولي طب احنا عرفنا منين ان هي مقسومه؟ مش يمكن تكون هي كوره واحده وخلصنا؟ يعني عرفنا منين بقى ان هي مقسومه؟ هقول لك اهو، بس قسمتها عجيبه جدا. هما مقسومين بس في نفس الوقت متصلين. تقولي لا مش بقى يعني هما مقسومين ولا متصلين؟ اقول لك الاثنين. ازاي؟ احنا لقينا فيه فشر كبيره قوي. فشر يعني خندق، عارفين انتوا فتحه كبيره او فجوه كبيره؟ هنا كده لقينا فيه فشر وهنا كده لقينا فيه فشر، فده معناها ان دول حاجتين منفصلين اهو كده. بصوا هو كده وكده بالظبط. حلو، ده البرين. طب عظيم، وسكتنا على كده؟ لقينا كل نص طاير في حته كده لوحده؟ قال لك لا، لقينا ان في ما بينهم كونكشن كبيره قوي بايه؟ بندل اوف نيرف فايبرز، او اللي بنسميها ايه بقى؟ مين الشاطر اللي يقول لي؟ اكزونز. يبقى في الحته دي في اكزون كتير جدا عددها لا حصر له، رابطه التو هيمسفيرز ببعض. يبقى هم مش منفصلين انفصال تام، هم 2 سيرابرال هيمسفيرز بس مش منفصلين كل واحد قاعد في جنبه وبيقول انا ماليش دعوه بالتاني، لا في ما بينهم كونكشن برضو قويه جدا 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 من عدد محترم من النيرف فايبرز او من الايه؟ اكزون. فعشان كده لما بنيجي بنقول ان هم partially separated، ما بنقولش ان هم separated ونسكت، لا partially يعني منفصلين بس جزئيا، مش الانفصال مش كلي، مش دي لوحدها ودي لوحدها. اوكي تمام. يبقى these loops are separated partially جزئيا by a big fissure. قلت لكم فيشر يعني خندق او حفره كبيره كده. في هنا حفره كبيره كده اسمها الاثنين، بس completely لا، قال لك لقيناها بتختفي هنا كده. هنا كده في كونكشن ما بينهم بايه؟ باكسنتس. اتفقنا؟ ايه اتفقنا. طيب بيقول لي السيرابرال طيب ما كنت هقول السيرابرال كورتكس، ما علينا. السيرابرال كورتكس is characterized by the presence of depressions. بصوا لو بصيتوا هنا كده هتلاقوا في ايه؟ بص بيقول لك ايه؟ depressions of different depth، يعني depressions انخفاضات او انوعاجات كده، حاجات عامله كده وبدبثز مختلفه. يعني هتلاقي دي عامل كده، ده عامل كده، دي عامل كده كده كده، شكله كده، شكل البرين بالطريقه دي. باسمهم ايه بقى؟ فيشرز وجروفز، يعني حفر وخناديق، حاجه يعني حاجات كده ماشي. المهم ان هي حاجات، شايفين الانبعاجات اللي موجوده هنا دي كده؟ هي دي
ده مش بنزين البرين، لا هو فعلا كده، هو شكله بيبقى مكرمش على بعضه كده، عامل الفيشرز والجروفز اللي موجوده فيه دي. تمام، يبقى هتلاقوا كده. ودي طبعا الفيشر الاساسيه اللونجيتيودينال، يعني لو بصينا من فوق هنلاقي دي مفتوحه من هنا ومفتوحه من هنا، ومين اللي موصل في النص ما بينهم؟ النيرف فايبرز. تمام تمام. لحد دلوقتي الكلام كله تمام وسهل ولذيذ ومفيش اي حاجه. بس هنا بقى بيجي يقول لي ايه؟ السيربرال هيمسفيرز او الواحده بس منهم والتانيه نفس الحاجه، يعني دي كده اهي جنب، لو بصيت من الجنب التاني نفس الشكل ده بالظبط، يبقى هما الاتنين تو لوبس بس نفس كل حاجه بالظبط. اتفقنا؟ اتفقنا. بيقول لي متقسمه لكام بقى؟ عد معايا وركز كده. 5 لوبس. كام لوب؟ 5. تعالوا نعد اهو: فرونتال، بارايتال، اوكسيبيتال، تمبرال. خدت اللي انت عايزه كده؟ ادي التمبرال، واماكنهم مهمه جدا 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 جدا، لان ممكن يرسم لك برين في اسئله، يقول لك بص ده البرين، هنفترض يعني، تمام، وحصل اصابه في الجزء ده، او حصل اصابه في الجزء ده، او حصل اصابه في الجزء ده، ايه اللي حصل؟ فانت لو مش عارف ايه الجزء ده او الجزء ده او الجزء ده مش هتعرف تجاوب، انت مش عارف which is which. فاسماء ال او اماكن اللوبس دي مهمه جدا جدا جدا. ارجوكم حصص النهارده في جزء منها كبير جدا معتمد انك تقعد تحفظ. طيب انا عايز احفظ الفانكشنز بتاعت الفرونتال لوب، هحفظ الفانكشنز بتاعت البارايتال لوب، فاهمين؟ فهي جزء كبير منها فعلا دش يعني، بس في جزء برضو الاخير ان شاء الله يبقى حلو جدا. طيب المهم ان احنا دلوقتي هنا عندنا مين؟ فرونتال لوب، عندنا بارايتال لوب، وعندنا اوكسيبيتال لوب، وكل واحده من دول هندرسها بالتفصيل، وعندنا تمبرال لوب. ده مين؟ دي حته واحده، ده مش الفور برين، لا ده السيربرال كورتكس اوف فور برين. فاهمين حاجه؟ احنا ما بقول لكم بقى نص قسمنا نص هنعيش النهارده. طب عظيم جدا. ايه بقى اللي انت عايزاه؟ اقول لك انت كده تمام خلاص، اقلب السلايد تقول لي خلاص ما خلصنا اهو، فرونتال، بارايتال، اوكسيبيتال، تمبرال، عايز ايه تاني؟ اقول لك ما هم كانوا 5، هم 5 لوبس. فين بقى الخامس؟ ضحكنا عليكم. الخامس فعليا مش هتشوفوه ومش عليكم، يعني مش عليكم اسمه، عليكم بس تعرفوا ان في واحد خامس ما بيبانش ظاهريا. انت لو بصيت على البرين من بره كده اوكي مش عارفه ايه 4 لوبس، غلط. لا، هو في واحد لو انت فتحت البرين شايفين كده بالمنظر ده، هتبص تلاقيه ايه جوه. اتفقنا؟ اتفقنا. يبقى النوت دي مهمه جدا وبيجي عليها اسئله على فكره. The fifth lobe احنا عدينا 4: temporal, parietal, occipital وفرونتال. طيب الخامس بقى فين؟ قال لك بص الفيفث لوب ده not seen from ايه؟ the external shape، مش هتشوفه من بره كده، لا ده انت لازم تفتح وايه وتشوفه. ليه؟ طب هو متغطي بمين؟ قال لي ده متغطي بالفرونتال اللي هي دي كده، والبارايتال اللي هي دي كده، مغطيينه هما الاثنين، فانت لازم تفتح عشان ايه؟ تشوف اللوب الخامسه دي. اتفقنا؟ ايه اتفقنا. دلوقتي بقى احنا هنتكلم عن الفانكشن بتاعت كل لوب، ومن وجهه نظري انا كنور ده الجزء الرخم، يعني هو ده الجزء الرخم في حصه النهارده. انا ما بحبش احفظ يعني، ما بحبش الدش الكتير، فهو ده دش، انت تقعد تدش بقى كل يعني حته بتعمل ايه، بس هو ده الجزء اللي جاي، يعني ما فيهوش اختراعات خالص. طيب اول حاجه الفرونتال لوب، اخلي لكم الحاجات دي شغاله ماشي. الفرونتال لوب احنا بقى اللي احنا هنقوله دلوقتي ده يعني ايه؟ اقول لك في حاجات كتير قوي، في ستيمولسز كتيره قوي، في حاجات كتير قوي ممكن تاثر علينا في العالم الخارجي. يعني انا محتاجه اشوف، اسمع، ادوق، اشم، احس بالسقعه، احس بالسخونه، في حاجات كتير قوي، في احاسيس كتير قوي ومشاعر كتير قوي احنا محتاجين ان احنا نحس بيها واحنا واقفين، وده صعب قوي على حته واحده بس في البرين هي اللي تعمله. مش هينفع يبقى في حته بيروح لها كل الاوامر دي مره واحده، يعني ما ينفعش يبقى شركه مثلا قايمه على موظف واحد بس، ينفع؟ ما ينفعش. ليه؟ لان هيبقى في مثلا حاجات اداريه، حاجات ماليه، حاجات مش عارف ايه، مش كونتنت كرييشن، مش عارف انا اصل انا هصور ايه النهارده، اصل احنا محتاجين حد فلاني مش عارف متخصص في ايه.
فانت محتاج حاجات كتير قوي عشان تقوم الشركه دي، وانت برضو محتاج حاجات كتير قوي في البرين عشان يبقى هو قادر يترجم كل الحاجات الضخمه اللي حواليك دي. انت لو سمعت صوت معين بتعرفه، صح؟ سمعت صوت ميه بتتصب، هتعرف ان دي ميه بتتصب، صح؟ هتبقى عندك انفورميشن كتير قوي صعبه على لوب واحده بس هي اللي ايه تترجم كل ده. الموضوع صعب. فاحنا بقى هناخد كل لوب متخصصه في ايه، بيروح لها مين. الفرونتال لوب قال لي دي contain center of voluntary movement. تقولي لا مش فاهم يعني ايه بقى. في حركات في جسمنا، ودي حته برضو في ثالثه ثانوي وحته مهمه جدا، هي المسلز. مفيش حاجه بتقدر تتحرك في جسمنا غير المسلز. تقولي لا انت كدابه. اقول لك والله العظيم، هات سيل تانية غير المسل سيل بتعرف تعمل كونتراكشن وريلاكسيشن، وبص يعني اقعد بقى مكان اجمد واحد في المجال ده. مفيش بجد، ونديك نوبل برايز ونطيرك بره الكوكب وانت كده خلاص يعني عديت الحدود. بس مفيش سيل تانية في جسم البني ادم تقدر تعمل كونتراكشن وريلاكسيشن الا المسل. هتقولي طب وايه علاقه الكونتراكشن والريلاكسيشن بالموفمنت؟ هقول لك ما هو without contraction and relaxation no movement. هتحرك ازاي؟ هي الحركه قايمه ان انا عندي العضله دي ريلاكسد، فانا عايزه اشد العظمه دي، فالعضله دي ماسكه في العظمه، لما العضله دي تعمل كونتراكشن حجمها بيقصر فتروح شده العظمه معاها. ده اللي انتوا هتاخدوه في ثالثه ثانوي، يعني مش عايزه استفيض في الموضوع ده دلوقتي، بس هو مهم عشان تبقوا فاهمين ايه فولنتري وايه نون فولنتري وايه السكيلتال وايه اللي مش عارف ايه. فالمسلز عندنا انواع. اول حاجه هي السكيلتال ماسل. ايه بقى هي السكيلتال ماسل دي؟ هي اي ماسل ماسكه في عظم بس كده، attached to bone. يبقى اي ماسل هتلاقيها ماسكه في عظمه زي دي كده، اعرف ان دي ايه. شايفين اهو ده البون اهو، صح؟ ودي المصل. يبقى دي كده سكيلتال. يبقى حضرتك تقدر تتحكم فيها. تقولي لا مش مصدقك. اقول لك ازاي مش مصدقك. هو في حد بيقول يعني في حد من غير ما انت تكون عايز بيحرك ايدك؟ لا، انا دلوقتي عايز احرك ايدي كده، عايز احرك ايدي كده، عايز اعمل ايدي كده، عايز براحتي. ليه؟ عشان المسلز دي انا متحكمه فيها. فاي مسل انت متحكم فيها بنسميها ايه؟ voluntary muscles. تمام؟ طب هو في muscles احنا مش متحكمين فيها؟ هقول لك طبعا. عضله قلب حضرتك اللي هي النوع الثاني من المسل اللي هي اسمها الكاردياك مسل. هو الكاردياك مسل اللي هي عضله القلب دي حضرتك متحكم فيها؟ مستحيل. تقول لي ايه الكلام؟ انا فكرت في الموضوع ده. اقول لك انت متحكم في عضله قلبك؟ تقول لي لا، بس خلاص اهي شغاله بتعمل كونتراكشن وريلاكسيشن وانت ما كنتش تعرف اصلا. انت في يعني انت لو مثلا وانت صغير ما كنتش تعرف ايه ده، مش عارف والله انا بحط ايدي كده بسمع صوت مش عارف، الله سبحان الله كده. انت فاهم ايه ده؟ لا، هي اصلا بغض النظر عن ارادتك بتحصل، اللي بنسميها لا اراديه. فهي اسمها ايه بقى؟ non voluntary او involuntary او unvoluntary ايا كان. المهم حط اي حاجه تنفي voluntary. خلاص voluntary. عظيم. هل دي المصل الوحيده؟ لا، في حاجه اسمها ثموس مصل، بس كفايه عليكم كده عشان ايه كده بقى هنخلص منهج ثالثه ثانوي واحنا شغالين. طيب، فمن الاخر اي حركه ليها علاقه بالفولنتري موفمنت او السكيلتال ماسلز وانت بتتحرك، مين اللي بيديرها؟ مين اللي مسؤول عنها؟ الفرونتال لوب. طيب، تاني حاجة اللي هي بيقول لي ان عندنا سبيش وميموري. لا مش فاهم يعني ايه. يعني وانا بتكلم دلوقتي كده مين اللوب اللي شغالة؟ مين اللوب اللي اكتف قوي وشوية وهتتعب مني؟ الفرونتال لوب هي اللي عمالة تعمل مجهود عشان اقدر اتكلم. طب لو حد اتخبط في الفرونتال لوب دي ممكن يعمل ايه؟ ممكن ايه اللي يحصل له؟ قال لك ده بص بقى، الاسئله بتاعت الجزء ده هي دي فكرتها. يقول لك ايه الفانكشن بتاعت الفرونتال لوب دي، او حصل مشكله في الفرونتال لوب فايه اللي هيحصل؟ انت هتشوف ايه الفانكشن وتقول له حصل فيها مشكله. يعني احنا اهو بقول لك دلوقتي الفرونتال لوب دي اتخبطت، حصل فيها مشكله، باظت. مين الفانكشنز اللي هتبوظ؟ والله الحركه، الموفمنت، الفولنتري موفمنت، السبيتش، الشخص ده مش هيكون بيتكلم كويس، وذاكرته هتضعف، ميموري. حتى يعني
حركه لا تلقائيه مننا لما بنحب نفتكر حاجه. عارف انت قاعد في الامتحان كده وعمال تقول يا ريتني كنت ذاكرت، يا ريتني مش عارف ايه، وانت بتحاول تفتكر لا تلقائيا هتلاقي نفسك تعمل كده، عشان الفرونتال لوب هنا، ما هي قدام فرونت عشان كده اسمها فرونتال، فهتلاقي نفسك بتعمل كده، قال يعني تعصر المعلومات ومش عارف ايه، بتحاول تقولها افتكري 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 كده، والله هذاكر تاني كده يعني. خلاص طيب، دي كده الفانكشنز بتاعت الفرونتال لوب. البارايتال لوب اللي هي وراها على طول، يعني لو انتوا فاكرين احنا قلنا هو ده كده مثلا برين، خلاص دي كده الفرونتال لوب، دي كده على طول وراها مين؟ البارايتال لوب. طيب البارايتال لوب قال لي controls many sensory functions. نيجي هنا بقى ونقف لحظه كده. sensory function يعني ايه؟ يعني حاجه انت بتحس بيها. هنا كان موتور سنترز، هنا موتور حركيه، حاجه حركيه، يعني انا حسيت اني اتشكيت بدبوس وبشيل ايدي. مين اللي شال ايدي؟ الفرونتال لوب. مين اللي ساعدت في ده؟ مين اللي عندها الموتور سنترز؟ الفرونتال لوب. طب مين اصلا حس بده؟ لا، دي البارايتال لوب. يبقى البارايتال لوب عندها sensory functions، تمام؟ زي مين؟ sensation of heat، انها تحس ان في حراره، الحاجه دي سخنه او الحاجه دي ساقعه، cold. pressure، ان حد بيضغط عليك، صح؟ مش حد بيضغط عليك اللي هو بالمنهج، لا، حد بيضغط عليك فعليا، انت جبت صباعك ورحت عامل كده، هتحس ان في pressure على صباعك، صح؟ دي حاجه انت قدرت تترجمها. مين اللي قدر يساعدك في ده؟ البارايتال لوب، تمام؟ وتاتش اللي احنا بنسميها يعني السوماتيك سنسيشنز اوف ذا سكين. يعني ايه التاتش ده؟ ليه علاقه بمين؟ احنا قلنا هل في حاجه تانية ولا لا؟ هو الجلد بتاع حضرتك هو اللي مسؤول عن كل ده، فهم اسمهم سوماتيك سنسيشنز. سوماتيك دي راجعه للسيل بتاعت خلايا جسمك يعني، ده حاجه بقى من السنه اللي فاتت مش مهمه. المهم اعرف ان الحاجات دي هي سوماتيك ايه؟ سنسيشنز اوف ذا سكين، حاجات كده خارجيه انت بتحس بيها خارجيا، مالهاش علاقه بالداخليا خالص. لا، انا حسيت ان ده ساقع، حسيت ان ده سخن، اوكي. يعني هي زي مش عارف العسل دي، مش فاكره اسمها، كان انا صح؟ والله ما فاكره، ما علينا. لا استنى هقولها لكم. حسيت ان هي سقعانه ليه؟ عشان البارايتال لوب عندها شغاله. طب لو ما كانتش البارايتال لوب شغاله، كانتش هتترجم الاحساس ده، ما كانتش تبقى عارفه ايه ده، ما كنتش هحس ان انا اصلا سقعانه، ودي مش حاجه حلوه. ليه؟ لان at some point ممكن تموت من الساعه دي، فانت سبحان الله برضو ربنا بينبهك، لا انت عندك سنترز بتتنبه، يعني سقعان، في انزيمز بتموت، في حاجات بتتجمد، الحقني. اوكي طيب، وهنا برضو الموتور سنترز او الموفمنت او فولنتري موفمنت، هي الحركه دي زي ما قلت لكم. دي ان شاء الله يعني الميكانيزم بتاعها هتدرسوه بالتفصيل في ثالثه ثانوي، بس احنا بنتكلم يعني ايه اون رينج يعني. ماشي. بعد كده عندنا مين؟ الاوكسابيتال. احنا كان عندنا اهو دي البرين، المخ العزيز بتاعنا، لذيذ جميل. ماشي. اخدنا مين؟ اخدنا الفرونتال وقلنا البارايتال، فاحنا دلوقتي بنتكلم في مين بقى؟ في الاوكسابيتال. الاوكسابيتال ليه ليها علاقه بمين؟ بالفيجن سنس. هتقولي لا معلش انا عارف ان فيجن دي يعني رؤيه، صح؟ ايوه، فيجن فعلا يعني رؤيه، وهي مسؤوله عن ترجمه اي حاجه انت بتشوفها. هتقولي لا معلش بس انا عارف، معلش دي انا عارفها بقى، انا بشوف بعينيا. تقول لك لا معلش يعني ايه؟ تقولي انا ما بشوفش بمخي، انا بشوف بعينيا، مش محتاجه افكر في الحاجه اللي انا شفتها. اقول لك لو في حد يعني فيكم بيتساءل او يعني فكر في الموضوع ده، فاحنا اصلا ما بنشوفش. دي بقى المفاجاه، عينينا ما تفهمش اي حاجه من اللي احنا شايفينه ده خالص. هي مش عارفه ايه ده اصلا، هي اصلا ما عندهاش حاجه تقول لها الحقي ده، دي حاجه معينه، او بصي الشجره، او ايه ده، دي سما. ما عندهاش اي حاجه من الحاجات دي خالص. تقولي امال انا بشوف الكلام ده ازاي؟ لا ما تجننيش. هقول لك بص، الموضوع كبير بس احنا هناخد منه اللي يخصنا. لو دي عين سياده حضرتك، تمام، فبطريقه فيزيائيه لا تخصنا خالص، اللايت بيقع على الاوبجكت، تمام، ويحصل له ريفليكشن جوه عينيك. عينيك مش فاهمه اي حاجه خالص، عينيك عندها حته مظلمه، حته منوره، بيكسلز بقى. بص الموضوع يعني خارق، مش هندخل في تفاصيل بجد عشان ما تحاولوش مني. المهم ان هي بتاخد هنا انفورميشن. بص انا جالي نور من الحته دي والحته دي والحته دي والحته دي، اتصرف، انا مش شايفه حاجه خالص. فهي تاخد كل الانفورميشن دي وتوديها لمين؟ للبرين.
البرين يقول لها تمام تمام، دي سما ودي شجره ودي ورده ودي زرعه ويبدا يرسم الصوره اللي حواليك دي. طب مين بقى اللي بياخد الانفورميشن الامبلسز دي ويترجمها لصوره حضرتك شايفها؟ الاوكسيبيتال لوب. طب لو حد حصل عنده في مشكله في الاوكسيبيتال لوب، خلاص يبقى عنده مشكله في نظره، مش هيعرف يشوف كويس، ممكن ما يشوفش اصلا. اوكي طيب التمبرال لوب، بص قال لي contains centers of مين؟ smell taste وhearing. تقولي معلش بقى تاني للمره المليون، سميل وتيست هعديها لك ليه؟ عشان تمام ممكن احتاج مخي، يعني عشان انا عارف طعم الحاجه المعينه دي، فاول ما ادوقها هعرف حتى لو انا مش شايف خالص ايه دي، او مش شامم حتى، لان الريحه ممكن تساعد. بس لو انت مثلا حد حط لك فراوله في بقك من غير اي مؤثرات تانية، هتعرف بالطعم بس ان دي فراوله. مين اللي عرف ده؟ المعلومات اللي متخزنه. وانت بتدوق حاجه لاول مره مش هتكون عارف طعمها. يعني هي الفكره مش ان انت اصلا انا عارف ان ده طعم فراوله، ايوه انت عرفت منين؟ عشان انت دقتها قبل كده وقالوا لك اللي في ايدك دي اسمها فراوله، فانت عرفت طعم الفراوله عامل ازاي. اتخزن جوه التمبرال لوب. اوكي لما يدخل في بقي فراوله هعرف، ولما اشم ريحتها برضو هعرف. التمبرال لوب برضو تقولي طب تمام ايه الرينج ده بقى؟ ما انا بسمعه بوداني. نفس القصه بالظبط، الودن اصلا ما بتسمعش ولا تفهم اي حاجه من اللي احنا بنعمله ده خالص. هي كل اللي بيجي لها، يعني لو افترضنا ان دي كده، والله ما اعرف ايه اللي بيحصل على رسمي في البورد، انا اصلا يعني مش عارف. دي ودن، هنفترض ان دي ودن ماشي، والله مش وحشه يعني، يجي منها بقت وحشه مش مشكله. المهم الودن دي لو انتوا يعني حد حابب ممكن يكتب اير بس، اير اناتومي على جوجل، ويبص كده هيلاقيها اوتر اير وانر اير وحوار. طب احنا مش عايزين اي حاجه من الكلام ده خالص. ايه اللي بيحصل؟ الصوت بيجي لحضرتك على هيئه ويفز، حاجه فيزيائيه برضه مالناش دعوه بيها، ودنك مش عارفه اي حاجه، فبتروح مدخله الويفز دي مين جواها، تدخلها ويفز. هي مش فاهمه ايه ده، انا اصلا مش فاهم ايه الصوت ده، تمام. تدخل ويفز اتنصب في اخر الطريق ده هتقابل نيرف. النيرف ياخد الامبولسز دي، ما هو دي امبولسز، ياخدها ويروح يوديها لمين؟ للتمبرال لوب، فهي تترجم كل الاشارات دي بالظبط. يعني هو انت بتاخد لهم اشارات مجهوله الهويه، انا مش عارف دي ايه، فهو يحل الشفره يقول تمام، ده انا هحط ده وده 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 مع بعض هعمل الصوره، ده انا هاخد الامبولس دي والامبولس دي والامبولس دي، فانا سمعت الكلمه الفلانيه او الجمله الفلانيه. الموضوع معقد لدرجة احنا حتى ما كناش نتخيلها، فهو بجد الحمد لله على نعم والتي لا تعد ولا تحصى، لان احنا اصلا مش عارفين هي نعمة. يعني انت عمرك فكرت انه لا ده مش ودني اللي بتسمع، ده في حاجة جوه بتنقل نيرف. وعشان كده في ناس كتير قوي، ربنا يعافينا يا رب ويعافي كل مريض، ممكن يحصل عندها مشكلة في النيرف ده، ودانها سليمة هي قدامك وزي الفل، بس هو مش سامع حاجة لان النيرف ده باظ او تلف. واحنا قلنا ان النيرف دي مشكلة كبيرة جدا. النيورون ما بتنقسمش، ما ينفعش ان انت تجددها تقول لها طب انا هحط لك نيورين جديد، ما ينفعش، تمام. فدي مشكله كبيره جدا، احنا اصلا ما كناش نعرف ان هي ممكن تحصل، صح؟ فالحمد لله على كل النعم اللي احنا مش حاسين بيها دي. فالاستاذ ده شاف حاجه مش عارف خضته ولا ابهرته، انا مش قادره اترجم الصراحه، بس اللي هو انا شاف حاجه. مين اللي ساعده يشوف الحاجه دي او يترجمها؟ الاوكسيبيتال لوب. طيب بصوا بقى، ممكن ده يوضح لكم شويه. ده شم حاجه، استنوا لما يتعاد تاني. اهو شايفين شم حاجه، فالحاجه دي دخلت جوه مخه. انا برضو مناخيري ما تعرفش ايه ده، ما بتشمش، بس هي اخدت امبولسز. كل الحاجات دي بتروح لهيئه امبولسز للبرين، تقول له بص انا جالي الامبولسز دي، فهو ياخدها لمين؟ للتمبرال لوب، هي تترجم الريحه اللي هي شمتها دي ريحه ايه. اتفقنا؟ اتفقنا. طيب ده كده الفور برين. احنا اتكلمنا فيه عن عن جزء واحد بس منه، اللي هو احنا كل ده كنا بنتكلم عن اول جزء في البرين اللي هو الفور برين، واول جزء في الفور برين اللي هو السيرابرال كورتكس. اتمنى ما تكونوش نمتوا. طيب احنا بس نركز في الحته دي، وصدقوني الحته اللي جايه بعد كده هتبقى لذيذه جدا ان شاء الله. مين بقى بعد كده اللي بيكون لي بقيه الفور برين ده؟ قال لي ده حاجه اسمها الثالاموس وحاجه اسمها الهايبوثالاموس، والهايبوثالاموس دي موجوده في ثالثه ثانوي، تمام. يا رب تذاكروا، يعني يا رب بعد كل ثالثه ثانوي اللي انتوا سمعتوها مني دي تذاكروا. طيب
ايه بقى الثالاموس؟ قال لي الثالاموس ده حاجه كده زي سكرتارية البرين، هو السكرتارية حرفيا، هو اللي بينسق كل حاجه. بص بيقولك ايه، هو important center تمام for the coordination تمام of the sensory nerve impulse. معلش هي متلخبطه شويه في الكتابه عشان البورد، بس ما علينا يعني. المهم ان هي important center for the coordination للsensory nerve impulses اللي بتوصل لمين؟ للسيربرال كورتكس ما عدا السميل. لا مش فاهم. يعني اي sensory impulse جايه، حاجه انا بحس بيها تمام خارجيه، مين اللي بياخد لها مودريشن؟ مين اللي بينسقها؟ بيقول لها انت هتروحي هنا وانت هتروحي هنا، بيظبطها تمام. مين؟ الثالاموس، ما عدا السميل. لو جت حاجه ليها علاقه بالشم هو ملوش دعوه فيها، بيعمل مش شايفها. اتفقنا؟ اتفقنا. طب الهايبوثالاموس، ونركز بقى. الهايبوثالاموس ده حاجه مهمه جدا 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 برضو. ليه؟ قال لي عشان هي contains many centers that control the reflex actions. reflex actions احنا نسمعها كتير اول الحصه دي، وهناخدها بالتفصيل ان شاء الله اخر الحصه دي. بس خليني اقول لكم overview يعني ايه reflex action من الاخر قوي، يعني باختصار عشان ان شاء الله هنقولها بالتفصيل في اخر الحصه. الرفلكس اكشن يعني ردة فعلي لحاجه انا حسيت بيها وبسرعه. يعني ما ينفعش مثلا اقول ان انا شميت حاجه او مثلا دقت حاجه، ده ريفلكس اكشن. هو ريفلكس اكشن بس مش قوي. ليه؟ مين اللي يقول لي ان الريفلكس اكشن ده قوي؟ سرعه الريسبونس. يعني انا عملت كده، اتلسعت من حاجه فرحت شايل ايدي على طول، ده بقى الريفلكس اكشن، رده الفعل دي. فهو بقى مسؤول عن كل الريفلكس اكشنز، سواء هي سريعه او مش سريعه، هو مسؤول عنها، سواء هي كريتيكال او مش كريتيكال. تمام؟ زي ايه؟ زي الهنجر. هتقولي ايه ده؟ هو ان انا جعان ده ريفلكس اكشن؟ فعليا انت حسيت ان انت جعان، ففي ريفلكس اكشن يعني اتعمل لده، ان انت مثلا هتقوم تاكل، صح؟ يبقى الاحساس ده والريفلكس اللي حصل ده ان معدتك راحه للمخ بتقول له انا فاضيه، فهو بيقول لك انا جعان. يعني اوكي. وكذلك برضو الثيرست، سليب، والايه body temperature regulation، تنظيم درجة حرارة الجسم، دي ريفلكس. ما هو انا لو كل الدنيا حواليا حر هلاقيني ايه؟ بعرق، واتكلمنا ده فده اول حصة. ولو كل الدنيا حواليا ساقعة هتلاقيني بترعش، وده برضو ريفلكس اكشن انا بعمله عشان احاول اظبط درجة حرارة جسمي عشان الانزيمز ايه؟ ما تبصش. تمام. تعالوا بقى نشوف مكان الثالاموس والهايبوثالاموس دول كده فين. بصوا، ده الثالاموس اهو، حلو، الدايره دي. هايبوثالاموس يعني ايه؟ هايبو اصلا يعني تحت، فانا لما اقول لك هايبو اي حاجه يبقى هي اقل من المستوى الطبيعي، فهو ده ثالاموس. يبقى الهايبوثالاموس فين؟ تحتيه اهو. بصوا، يعني لو افترضنا ان هو ده كده هنا الثالاموس، فهنلاقي الهايبوثالاموس فين؟ هنا كده. وحاجه يعرفوها على الماشي وهتاخدوها بالتفصيل ان شاء الله في ثالثه ثانوي، ان الهايبوثالاموس تحتها مين او بتفتح على مين؟ على حاجه اسمها بيتيوتري جلاند. الجلاند دي مهمه جدا 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 في ثالثه ثانوي، مش هنا بس، خليك عارف ان الهايبوثالاموس ليها اتصال مع مين؟ مع البيتيوتري جلاند، بتنزل